السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواننا النحالين في جميع أنحاء العالم وفي الوطن العربي وفي اليمن خاصة، أرحب بكم أجمل ترحيب في قناتكم، قناة الجابر والنحل، القناة التعليمية. هل نحن بحاجة إلى تهوية في الخلية؟ أين نضع التهوية؟ في الأسفل أو في الأعلى؟ في الغطاء الخارجي من الجهتان، أو في مؤخرة الصندوق، أو في الأمام؟ هل الخلية بحاجة إلى تهوية؟ تساؤلات يطرحها كثير من الإخوة حول الخلية والتهوية فيها. أين نضع التهوية؟ متى وكيف نكون بحاجة إلى هذه التهوية؟ تساؤلات حول هذا الموضوع يتطرق الأستاذ رشدي زريقي من فلسطين، فكونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لك أختنا عثمان. سؤالك غاية في الأهمية، لأنه كثير من الناس لا يدركوا معنى التهوية في الخلية. فالخلية يجب أن تكون مصمتة بالكامل، ولا فيها أي فتحة سوى فتحة السروح. أما فتحات جانبية، فتحات علوية، فتحات سفلية، هذا كلياته يؤدي إلى آثار سلبية في الخلايا. فالتهوية، النحل هو قادر على صناعة تهوية في داخل الخلية، فهو إذا شعر في رطوبة زائدة بيقدر يخرجها، شعر بحاجة إلى رطوبة بيقدر يوفرها. فأما أنه يكون في عنا تيارات هوائية في داخل الخلية، الهواء يتحرك، يدخل من منطقة ويخرج من منطقة، فهذا خطأ كبير جدا، لأنه هذا الهواء سيعمل على تذبذبات في درجات الحرارة، بحيث أنه تكون درجة الحرارة في داخل الخلية كما هي درجة الحرارة في الجوية الخارجية. وجود أي تيارات هوائية داخل الخلية بيعمل على تغيير درجة الرطوبة وتغيير درجة الحرارة بنفس الوقت. فمثلا عندنا في الأيام الخماسينية، والرياح لما بتكون شرقية وجافة ودرجات الحرارة مرتفعة، هنا المنطق بيقول انه انا بدي اخلي الهواء يدخل، لكن هذا خطأ. حتى ستات البيوت في ايام درجات الحرارة والاجواء الخماسينية تغلق الابواب الخارجية والشبابيك والستائر، وتمنع دخول الهواء منعا باتا، حتى تبقى درجة الحرارة في داخل البيت كما هي، لا تتأثر بدرجة الحرارة الخارجية. فدخول الهواء إلى داخل الخلية يؤدي إلى انخفاض الرطوبة. انخفاض الرطوبة يؤدي إلى موت البيض واليرقات. فحتى فحتى تفقس البيوض في داخل الخلية، يجب أن تكون درجة الرطوبة في داخل العيون السداسية حوالي 90%. وكذلك الأمر بعد فقس هذه البيوض، يجب أن تبقى الرطوبة عالية جدا، من 80-85، حتى لا تجف هذه اليرقات وتموت. لذلك إذا كان في تيار هوائي ممكن أنه يدخل ويجفف أو ويخفض الرطوبة في داخل الخلية، فهذا موت البيوض وموت اليرقات. وكثيرا من الإخوان بيسألوا دائما، بقول والله يا أخي أنا بشوف الملكة بتبيض، بفتح بكشف على الخلية بلاقي الملكة بايضة البرواز من أوله لآخره. رجعت مرة ثانية ما لقيتش ولا بيضة، ما لقيتش ولا بيضة، لأنه في عندك ظروف جوية في داخل الخلية منعت هذا البيض من الفقس. في عندك خلل في الصناديق، في عندك أنت وأنت تكشف عليهن عرضت هذه البيوض وهذه اليرقات إلى أجواء جافة، فماتت البيوض وماتت اليرقات. ما حاول النحل يتخلص من هذه البيوض وكبها. وبما انه هذول الامرين امرين حساسات، اللي هن درجة الرطوبة ودرجة الحرارة، امرين حساسات في داخل الخلية، فارتفاعهن وانخفاضهن يعمل مشكلة. بالشتاء مثلا ارتفاع درجة الرطوبة في داخل الخلية بيعمل مشكلة،
وبالصيف ارتفاع أو انخفاض درجة الرطوبة بالصيف برضو بيعمل مشكلة. لذلك على النحال هنا إنه يعمل توازن، بده يكون عارف كيف بده يضبط درجات الحرارة. في الشتاء النحل عنده القدرة على إنه ضبط درجات الحرارة عن طريق التعنقد، وموضوع ما بدنا نشرحه حاليا. لكن ما إنه إحنا بالصيف والأجواء حارة عندنا نسبيا، فأحيانا تنحصر درجات الحرارة بداخل الخلية وتصبح أعلى من المعدل المطلوب. يعني درجة الحرارة بالخلية بالصيف من 33 34 إلى آخره، هذه هي درجة الحرارة المناسبة لفقس البيوض ونمو اليرقات. لكن ربما لأنه المكان مغلق كاملا، وربما ترتفع درجات الحرارة في داخل الخلية نتيجة أنه أشعة الشمس خصوصا في وقت الظهيرة بتسقط بشكل عمودي على الأغطية الخارجية. وجود المعدن على سطح هذه الأغطية الخارجية سواء زنك إلى آخره، بترتفع درجات الحرارة تحت الغطاء. هذا بيكون لأنه يعني بتكون اللي بحط إيده على درجة على الغطاء الخارجي في وقت الظهيرة يعني بيكون بيكوي، يعني بتكلي عليه بيض. فهذه الحرارة تتسرب إلى الخشبة الموجودة، القطعة الخشبية الموجودة تحت الغطاء. صح الخشب عازل للحرارة، ولكن التصنيع في الأغطية دائما خاطئ، يعني ما حدا بركز على أهمية الغطاء الخارجي. ولذلك بتلاقي النجارين مثلا بحط قطعة من الخشب سماكتها 2 ملي 3 ملي، فهذه السماكة الصغيرة هذه ما بتعمل عزل، فلذلك تدخل الحرارة عن طريق الغطاء الخارجي إلى داخل الخلية. وهنا ربما ترتفع درجات الحرارة في هذه الحالة إلى ما يصل إلى أكثر من 37 درجة مئوية أو 36 درجة مئوية في داخل الخلية. وهنا يعني تبدأ المشكلة، أن النحل بصير بحاجة إلى كميات كبيرة من الماء، بحاجة إلى جهد أكبر حتى أنه يلطف الجو ويخفض درجات الحرارة. هنا يكمن دور النحال. دور النحال في هذه الحالة أنه بده يعزل الغطاء الخارجي، فإما بنحط نحلنا تحت أشجار في الظل، ويفضل طبعا أنها تكون الأشجار اللوزيات أو متساقطة الأوراق في الخريف، أو ممكن أنه نعمل عريش فوق النحل. إذا ما أمكن لا هذه ولا هذه، لابد من أن نحط هنا طبقة من الفلين تحت الغطاء الخارجي. وطبقة الفلين هذه يعني بنحط شوية غراء على الخشب ونحط طبقة الفلين هذه وبتلزق فيها. كل 1 سنتي من الفلين بيعمل عزل ما يقارب 3 سنتي من الخشب، يعني 3 سنتي من الخشب تساوي 1 سنتي من الفلين. إذا أنا بدل ما إني أثقل الغطاء الخارجي ممكن أحط يعني غطاء فلين وزنه لا يتعدى مثلا 30 جرام 50 جرام إلى آخره، ما بعرف بالضبط. بظل خفيف وبكون مانع جدا أو يعني عازل جدا لدرجات الحرارة، وبالتالي يحفظ درجات الحرارة في داخل الخلية. في هذه الحالة يستطيع النحل أنه يحفظ درجات أو يحافظ على درجة الحرارة المثلى في داخل الخلية، وكذلك بيقدر يحافظ على درجة الرطوبة عن طريق استخدام الماء بالكمية والمناسبة له. أما عمل فتحات ما بين الصندوقين، وعمل فتحات جانبية، وعمل فتحات سفلية، ولا هذه كلها أمور راح يكون في لها انعكاسات سلبية على النحل زي ما حكينا بالتسجيل الأول. بالإضافة إلى أنه هذه الفتحات تسمح بتسرب رائحة العسل إلى الجو المحيط بالخلية. فإذا تسربت رائحة العسل أو رائحة التغذية، هنا بصير نحلنا عرضة للهجوم. يعني صح مثلا زي ما تفضل أحد الأخوة قال إنه يعني مسافة صغيرة جدا لا تسمح بخروج النحل أو دخول النحل الخارجي، ولكن هذه المسافة أو هذه المسافة الصغيرة وإن كانت مسافة 3 ميلي
تسمح بخروج رائحة العسل. إذا خرجت رائحة العسل سيأتي النحل المهاجم، النحل الجعان من مناحلنا من مناحل جيراننا، ممكن انه تجذب هذه الريحة هذا النحل. النحل ما استطاع انه يدخل من هذه الفتحات، بده يصير يحاول انه يهجم ويدخل على الخلية من فتحة السروح، وهنا تبدأ المشاكل. فعملية المهاجمة ممكن تقضي على النحل وتجيب أمراض وتجيب فارة وتجيب. وكذلك الأمر يعني هو النحل يعني بيكون هو محصو يعني هو نفسه متعب ومنهك من حتى يسيطر على درجة الحرارة في داخل الخلية والرطوبة. لذلك يعني أنا برجع وبأكد أنه لا ضرورة إلى عمل أي فتحات جانبية أو فتحات سفلية أو فتحات علوية، سموها كيف ما سميتوها. وكذلك الأمر بالنسبة لفتحة السروح. فتحة السروح إحنا بنعطي 1 سنتي لكل برواز. يعني عندنا 10 براويز بنعمل لهن 10 سنتي، عندنا 20 برواز بنعمل لهن 20 سنتي. والنحل حتى النحل نفسه في الصيف راح اللي براكب نحله بالصيف براكبه كويس. إذا بتكون فتحة السروح مفتوحة على الآخر وما تدخل النحال في تضييقها، راح يشوف إنه النحل بنى العكبر على باب الخلية، وأبقى بما يتناسب معه فتحة يعني فتحة سروح اللي هي بتكون مناسبة لتكييف درجة الحرارة والرطوبة، لا بزيد فيها ولا بنقص. ما له علاقة درجات الحرارة، ما لها علاقة الخارجية. فهو بحصن نفسه بنفسه. ولو تركنا النحل على طبيعته راح نلاقي انه عمل فتحة سروح مساحتها 4 سنتي. يعني لو كان ارتفاع بوابة السروح نفترض انها 1 سنتي، فبتكون 1 سنتي على طول 4 سنتي. اذا كانت فتحة السروح مثلا اكثر من هيك، راح يقلل المسافة الطولية، بحيث انه تكون عنده فتحة السروح 4 سنتي. فاذا النحل يعني بصير يغلق على نفسه حتى يحمى نفسه من النحل المهاجم، من الزواحف، من اعداء خارجية. فاحنا نيجي نقول بدنا نعمل له اخرى فتحات ثانية، سواء فتحات علوية او جانبية او ارضية الى اخره. فالنحل يعني على طبيعته لا يحب التشققات في الخلايا، بحاول بسكرها حتى لو كانت فتحات جانبية هنا وهناك سيقوم بتسكيرها بالعكبر. هذا الكلام كلياته يعني ما أجى من فراغ، أجى يعني من نتيجة أنه أحد العلماء الأجانب اللي أعتقد هو بريطاني ولكن لا أذكر اسمه حاليا، أنا ما بحفظ أسماء، تابع النحل في البر لمدة 20 سنة وراقب سلوكه. فالنحل اللي بيكون في البر سواء في صخرة سواء في جذع شجرة إلى آخره، ما بيكون له سوى فتحة واحدة فقط لا غير. ما بيعمل لا فتحات سفلية ولا فتحات علوية. ما بدنا نطول عليكم كثير، يعني نكتفي بهذا القدر. وإن شاء الله اللي له سؤال في هذا الموضوع يتفضل يسأله. تحياتي. بما أنه صرنا حاكيين عن موضوع الفتحات السفلية، يمكن أنتم بتشاهدوا كثير على النحالين الأجانب. معظم النحالين الأجانب أو كلهم في عندهم فتحات سفلية. فهذا عندهم الموضوع يختلف اختلاف كبير جدا عن الموضوع عن النحل الموجود عندنا. فمثلا احنا يعني لما في أسوأ الظروف في الشتاء، في يعني لما بتوصل عندنا درجات الحرارة إلى ما يقارب الصفر، فممكن إنه هذا الوضع يكون يوم يومين أسبوع في السنة. وحتى لما بتكون عندنا درجات الحرارة تقارب الصفر أو ما دون الصفر ليلا، في النهار روح وقف بين نحلك بتشوف نحلة بتطلع، بتشوف يعني ما في انقطاع نهائي عن السروح. يعني النحل بيخرج عندنا للتبرز وبتبرز في الخارج وبرجع، ببعدش صحيح، وممكن يبعد مسافة متر مترين ثلاثة أربعة ويعود مرة أخرى. لكن في أوروبا ما في مجال، أو المناطق الباردة جدا واللي فيها ثلوج فيها ثلوج لمدة مدة قد تتجاوز 3 شهور و4 شهور،
وتكون درجات الحرارة عندهم 20 تحت الصفر و30 تحت الصفر، النحل لا يخرج نهائيا، لأنه النحلة إذا خرجت لمسافة مترين تتجمد وبتموت مباشرة. فالنحل لا يخرج. في هذه الحالة شو اللي بصير؟ اللي بصير إنه أو الرطوبة اللي ناتج عن العمليات الحيوية في داخل الخلية، اللي هي من عمليات الأكل والشرب والحركة والتدفئة اللي بيعملها النحل في داخل الخلايا، بنتج عنها بخار ماء. بخار الماء هذا يتكاثف على غطاء الخلية، وبالتالي يتساقط أيضا من الغطاء الخارجي إلى الأرضية، وبصير عنده رطوبة عالية جدا، وهذه ربما تقتل النحل. هذه من جهة. الجهة الأخرى إنه النحل اللي بيتساقط بموت، يعني النحل اللي بموت موت طبيعي انتهت حياته، النحل ما بيقدر يخرجه ويرميه بالخارج، لذلك يعني بحطوا عند البوابة عشان لما تصير في فرصة يطلعوا. فبتكدس النحل الميت على أبواب الخلايا، وأحيانا بيعملها عملية اختناق. يعني كثرة النحل الميت في داخل الخلية ممكن إنه يعمل اختناق للنحل وتموت الخلية كلياتها. بالإضافة إلى إنه لما بصير في عندنا تساقط ثلوج كبير جدا، ممكن إنه هذا التساقط يؤدي إلى إغلاق البوابات إغلاق كامل. فإذا أغلقت البوابات بتكون الفتحة السفلية يعني مكان للتنفس. فبدون الفتحة السفلية في بعض المناطق في أوروبا لا يمكن للنحل إنه يعيش نهائيا.